عن الحي السكني الذي شهد حادثة اختطافه. ووفقا لموفدنا إلى هناك فقد تم التعرف على الجثة المتحللة من خلال بقايا اللباس التي كانت تغطيها، وهي نفسها التي كان يرتديها الطفل المفقود أنيس، وهو ما اطلع عليه وكيل الجمهورية لمحكمة ميلا الذي أمر بتحويل الجثة إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة من أجل إجراء تشريح معمق عليها. هذا وشغلت قضية اختطاف الطفل أنيس الرأي العام المحلي بميلا والوطني، والذي يرجح أنه اختطف من قبل مجهولين ليضاف إلى قائمة ضحايا اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم وقتلهم بالجزائر، وهو ما خلف ردود فعل منددة من طرف سكان ميلا يرصدها لنا مراسلنا من عين المكان. نعم، من هنا من مكان الحادث، من مكان التي ارتكبت فيه جريمة التي من خلالها تم انتشال جثة الطفل أنيس بن رجم. فحاليا كل المؤشرات تقول بأن الطفل أنيس بن رجم هو الجثة ذاتها التي تم انتشالها، ونحن نسمع الآن الخبر الذي يؤكد أن الطفل أنيس بن رجم هو الذي تم انتشاله من مكان الحادث. مصالح الأمن هي التي كانت وراء كشف عملية مقتل أو انتشال هذه الجثة، والمؤكد أن أحزان ستمس عائلة الضحية وكل سكان ومواطني ولاية ميلا وكل الوطن الجزائري، لأن القضية تسجل من قضايا الإجرام ومن مسلسل الإجرام الذي شهدته الجزائر في الآونة الأخيرة. تفاصيل أخرى سنوافقكم بها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. كان معكم توفيق عمري من ولاية ميلا إلى قناة الجزائر. في الشأن السياسي أكد عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني أن الأفلان لا يمكن أن يتبع كالأطرش في الزفة باقي التشكيلات السياسية التي تريد فرض اقتراحاتها عليه. سعداني أكد أن الأفلان سيقود الخيارات السياسية الكبرى في البلاد، كاشفا أن مبادرة الجبهة الوطنية للحزب ستكون مفتوحة دون حدود زمنية